اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا، نتمنى إن شاء الله تلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم حلوة ديال الهلال بكاوكاو، كتجي روعة لذيذة، مكونات بسيطة، والأهم أنها كتعطينا كمية كثيرة أكثر من 120 حبة. نتمنى إن شاء الله تجربوا الوصفة وتنالي استحسانكم وتعجبكم. إذا بسم الله على بركة الله، نخليكم مع الطريقة والمقادير في نفس الوقت. إذا على بركة الله خديت قصعة وضعت فيها 250 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، ضفت عليها القبصة ديال الملح، كأس معامر ديال السكر اللي دوزته في الطحانة، ممكن تعوضوه بسكر كلاصي ما يعادل 100 غرام. غنحرك هاد المكونات مزيان حتى ينسجم لي السكر مع الزبدة وما كيبقاش باين اولا ما كيبقاوش دوك الحبيبات ظاهرين في الزبدة. فهاد الأثناء غنضيف كأس عامر ديال زيت المائدة ما يعادل 150 غرام. بالنسبة للأخوات اللي كيقول لي كيفاش كتعبري الزيت بالغرام، وأننا كنوضعو كأس فوق الميزان، من بعد كنشعلوه وكنبقاو نكبو الزيت حتى كنوصلو ل 150 غرام وكنحبسوه وكنضيفوه على الزبدة الزبدة والسنيدة. من بعد ما خلطت هاد المكونات مزيان ضفت عليهم جوج بيضات، ما يكونوش كبار بزاف. هنا ضفت ساشي ديال الفلون ديال الكراميل، ضفت كذلك جوج كيسان معمرين ديال الكاوكاو محمر ومهرمش، يعني ما كنخليوش كاوكاو غليظ بزاف. غنخلط هاد المكونات حتى ينسجموا لي مع بعض. هنا كنضيف خماره ديال الحلوى من وزن 11 غرام، وفي الاخير غنضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق اخواتي فانا غربلته من قبل، غنبقاو نضيفوه شويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه. يعني العجينه كتجي مرخوفه بزاف، ما كتجيش قاصحه، كتجي رطبه. فانا خدات لي تقريبا 650 غرام ديال الدقيق. فانتم اخواتي غتبقاو تزيدوا حتى تحصلوا على عجين كيف ما قلت لكم كيجي رطب، ما كيجيش قاصح بزاف. ممكن تاخذ لكم ما بين 650 غرام حتى 700 غرام. كما كتشاهدوا معايا القوام ديال العجين، فالعجين رطب. كناخذ نصف ديال العجين كنطلقو فوق ورق ديال الزبده، كيكون شويه غليظ يعني ما كيجيش رقيق، لان ما كنديروش جوج وحده فوق وحده، كندير فقط وحده. كيف ما كتلاحظوا كنقطعوهم على شكل هلال. الا عندكم المرشم ديال الهلال فكتستعملوه مباشره، اولا كديروا بحالي يعني بالدائره وكنشكلوا الهلالات بهذا الشكل. كيف ما كتلاحظوا اخواتي السمك ديال العجين كيجي شويه غليظ، يعني واخا دايرين فيها الخماره ما كتجيش منفوخه بزاف في الفرن. يعني ممكن تستعنوا هكا بالموس باش يسهل عليكم تهزوا الحلوه ديالكم، وكنوضعوها فوق اللاطه ديال الفرن وغندخلها للفرن تحمر، يعني كتجي شويه مذهبه. فانا غنستمر اخواتي بنفس الطريقه حتى نكمل العجين كامل اللي عندي. اذا هنا اللاطه الاولى ديال الحلوه انا خرجتها من الفرن كيف ما كتلاحظوا، يعني كتجي فقط اللون ديالها كيجي مذهب، ما كنخليوهاش تحمر بزاف. كنزولوها هنا يعني اللاطه الاولى فانا رشيتها بسكر كلاصي. كما كتلاحظوا الشكل ديالها كيجي روعه، وحتى المذاق ديالها صراحه كيجي غزال. نتمنى ان شاء الله تجربوها. فالنصف اخواتي كيف ما لاحظتوا معايا فانا درت ليه سكر كلاصي
والنصف الآخر يعني غندير ليه المربى ديال المشماش أولا لا كونفيتور ديال المشماش. كندهنوا الوجه ديال الحلوى. ومن بعد غندوزهم في كاوكاو مهرمش. بالنسبة أخواتي الكاوكاو اللي وضعنا في العجين فقط هذا التسكير، يعني ماشي كنخليوه هكا مهرمش باين، لا فاحنا كنطحنوا الكاوكاو مزيان، فقط كنخليو فيه بعض الحبيبات. وبالنسبة كذلك للسكر اللي وضعنا في العجين فانا طحنته كيف ما قلت لكم، يعني كيجي مطحون. ممكن ديروا سكر كلاصي في بلاصتو، يعني ما كنخليوهش يكون سنيده وكيبقاو دوك الحبيبات باينين. غنسمر اخواتي بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله ديال الحلوى، ونتلاقى معكم في الشكل النهائي. إذا هذا هو الشكل النهائي أخواتي ديال الحلوى، كيف ما قلت لكم يعني مقادير بسيطة وكتعطيني كمية كثيرة، والمذاق ديالها روعة من طبيعة الحال. نتمنى إن شاء الله تجربوها وتنال استحسانكم وتعجبكم. وإلا عجبتكم الوصفة أخواتي ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، وكذلك تشاركوا الوصفة مع الأهل والأصدقاء. إلى وصفة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.